من نايف، يقول إن نايف قاعد يرشي فلوس $3000 علشان يصوت حق مايا وأسامة في النهائي. هذه قوية والله مسوين كذا صدق يا بنات؟ اقسم بالله امس صاعد عند ثامر يقول هالكلام. انت ليش مستغربه؟ كيف كذا مصدومة؟ انا الحين اقول لكم اسمعوا. نايف مصعد منتصر عنده وقاعد يضحك عليه ويقول له اعطيك $3000 بس صوت حق مايا، يضحك. تمام فهمتي؟ ايه. راح انت يا منتصر ماخذ الكلام كانه جد مو كانه ضحك. يعني الغلط ترى على نايف. نايف ليش تضحك وياه وانت تدري انه هو مو صاحي؟ اي ورايح عند تامر يشتكي من نايف، يقول انه ان نايف يرشيه بالفلوس، ويقول له جي قال حق تامر انا ابيك تكلم نايف. قال انا ماني مسؤول عن اي احد، انا حتى نفسي ماني مسؤول عنها، ولا اني مسؤول باي شخص، ولا اقدر اني اقول حق شخص، ولا لي شغل بشخص، ولا لي مع احد كلام. هذا كلام تامر حق منتصر. بعدين شنو قال منتصر؟ قال قالوا له الكومنت انت تقول ان مايا مغروره. قال مايا مو مغروره، مايا سمعها ما تسمع، يعني سمعها ثقيل، يعني ما تسمع عدل، يعني طرشة. ايه. شنو متخيله؟ نورة. لا تدرون ليش؟ بعلمكم ايش قاعدة تسوي. اسمع بنات اسمعوني. انا احس تدرون ايش مسوية؟ احسها متعاملة معاهم بهذا النظام، ما ادري، انا اتوقع. انا تعرفون انا مش محللة ولا احب ادخل في الامور هذه، بس اقول لكم رايي. انا احس انها تسوي نفسها ما تسمع. ايوه كل ما ناداها احد مو عاجبها طايح من عينها سوت نفسها ما تسمع، وتحط المبرر تقول ما سمعت. لا زاد هي ما فيها شيء. ايه انا اقول هي ما فيها شيء، يبرر لموقفه ما هو. هي ما تبي ترد عليها. هو يبرر موقفه لانه قال عن مايا انها مغروره. فهو لما قالوا له يعني هو جايب لايفات سعوديين فاهمه، فشنو يرد عليهم؟ يقول لهم انا ما قلت ان مايا مغروره، انا قلت ان هي ما بتسمع. قال له شلون ما تسمع؟ يعني ما تسمع الكلام؟ كان يقول له لا هي ما بتسمع، يعني سمعها ثقيل. على قولة طرشة صمخة. يعني انتوا ما برر اساسا. يعني بنات انا مصدومة والله انا اني قاعدة تخيل والله بنات مصدومة. انا تخيلت اني ارفع شعر مايا يطلع ما عندها اذون. والله يا رب. انا تخيلت شيء. انا كنت قاعده اضحك واضحك واضحك واضحك، مت من الضحك من كلامه. يا ربي شلون جي يفكر، شلون طلعت على باله، من جد شلون قال طلعونا كذي. باللايفات المحللين. يعني لا هو ما كانوا بيطلعوا. انا اكون وياك صريحه بنات، انا السبب. انا قلت خلينا نضحك يا تامر، صعده نبي اكشن. حرام. تامر قال انا ما ابي اصعد في الضيف. متى هذا اللايف؟ والله حرام. تامر كان ما يبي يصعد منتصر، قال لا موجود باليوتيوب اللايف موجود. ما ادري بس قال دقيقة بروح امس اشوف الفجر. امس الفجر يا الله فاتني. اسمعي. تامر ما كان بيصعده. قال تامر لا انا ما ابي اصعدك. بعدين انا كتبت بالكومنت صعده 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 نبي نضحك، صعده صعده. انا كان عندي احساس انه راح يصير شيء واو، ما ادري حسيت هالشعور. جاء منو بعدين؟ جاء مهند. تعرفونه مهند استاذ ما شنو هذا اللي ما ينطق حرف الداء، عرفتوه؟ ايوه زين مهند شنو قال؟ مهند شنو قال؟ قال خلاص منتصر والله العظيم. تعرفون انت لما تسوين شيء يعني غلط وابوك كاسره خاطره انت ما يقول لك شيء، يقول لك خلاص. حسيت ان مهند ابو منتصر يقول له خلاص ما يخالف صح كان بيمزحوا معك لا خلاص ما بتتكلم هيك. اي خلاص بيسكر الموضوع ويخليه ينزل. تشوفون بالنسبه
والله ذكر الموضوع. مهند متعاطف ويا منتصر بشكل انتم ما تخيلونه. سمير شكرا يا سمير، ترى تو ايمان وكانت شو اسمه تقول ان انت لازم توقف الكلام وهذا، وانا قلت لها خلاص سمير وقف، واعطيتها كلمه وقالت لي انا ما غلط على سمير. ما لقيته، بس الحين اللي يسجل لايفاتنا ليش ما نزلت اللايف ذا؟ من جد ولا ايه؟ نزلوا اللايفات المهمة بس. ايمانو الجزائريه ما تعرفها؟ خلاص كمل يا اسكت. ايه هذه اللي امس صار. بقول لكم قصه ثانيه، انا اقول لكم قصه ارحب حلاوي المشهور ايوه القصه الثانيه احلى من القصه الاولى. القصه الاولى كانت مضحكه، بس القصه الثانيه فيها خبث شوي. فيها ايش؟ هلا والله حلاوي لا تصل تسريباتي وتروح تقولها بلايفك. ايوه زي ايه يسرق. انت انا على قايل فكره لك ترى يسرق انت من تشبه عندك. سيف انت المفروض اسمك سيف العراقي مو الحلاوي. هو سيف اللبناني، انت سيف العراقي، تشبهون بعض نسخة بعض. المهم صباح الخير. اقولها خلاص قلتها خلاص. يا سمير شكرا يا سمير. ايه خليني اقول لكم السالفه هذه لاني بقوم بلبس بروح اكل ملوخيه. اسمعوا هذا كله قاعد اقوله لكم وانا مشتهيه الملوخيه، متخيلين؟ فانتوا شويه يعني تحسوا فيني. انا اقول لكم القصه الثانيه. ميرا طلعت وقامت تتكلم عن اسيل في اللايفات، صح. شنو قامت اسيل شنو سوت؟ راحت سربت حق حسين ان ميرا رقصت فوق الطاوله. حسين راح قالها بلايفه ان ميرا هي اللي رقصت فوق الطاوله، يعني سالفه ميرا رقصت فوق الطاوله من حسين. ومين اللي سرب لحسين؟ اسيل هي اللي مسربه حق حسين ان ميرا هي اللي رقصت فوق الطاوله. فهمتوا؟ فالحين صاير في حزبين، حزب حسين وحسين ومنتصر وكم شخص، وحزب سيف. اوكي جتني تسريبات جديده. شوفي حسين مع مصطفى مع ميرا مع مصطفى مع منتصر مع اسيل مع لا مو مع داني. سيف مع شيماء وداني وميرا. فهمتوا؟ انقسموا ترى، صاروا الحين في شي حزبين. عيدي تاني، حزب مين ومين؟ انا اقول لكم في حزب الحين صاير حسين مع منتصر مع مصطفى مع اسيل. ايوه الحزب الثاني لا تصدق، لا هذا الصدق. سيف مع شيماء مع ميرا مع مرجانة، كنا تقريبا نص مرجانة مو اوكي. عمو حكيم في اللايف صدق. الحكيم هذا طبعا بقول لكم عن هذا الشخص اسمه حكيم، طبعا هو ما ادري فانز منه، بس هذا حكيم ترى يحب الكيمياء والفيزياء، يعني حياته كلها متكونة بالكيمياء والفيزياء، وعنده استراتيجية يعني. طيب ليش مدامهم كلهم رقصوا بس ركزوا على رقصة ميرا؟ وش الهدف؟ أنا أقول لك ليش. أسيل لأن هي ترى شوفوا أسيل ترى فيها شغلة يمكن أنتم ما شفتوها. أسيل عندها كرشة تحتية، شفتوا الكرشة التحتية هذه؟ لا تضحكي خلينا أسيل عندها كرشة تحتية اوكي، فيصير عندها قولون، يعني عندها انتفاخات. فهمتوا؟ هذه من اضرار القولون مالت اسيل. فاسيل عصبت لما شافت ميرا تتكلم عليها باللايفات. اوكي شوفي حلاوي صعدة. لا يا حلاوي لا.
هذاك اللايف اللي حيمسكك. أسيل وجهها حلو بس بالنسبة لها. المهم اسمعوا، فهي متفق عندها القانون الأسيل، فراحت عصبت على ميرا قالت لها يا الرقاصة. اوف. بس ميرا ما سكتت، قالت أنا مش رقاصة، أنت كمان رقاصة. فهمتي؟ ففي حفلة راح تصير، يعني راح أسويها لكم ستوري. رقاصة ورقاصة يتهاوشون. أنا سمعت لينام كمان رقصت صح؟ لينام عادي. أيوة. لينام حبيبتي سوت، تعرفين هذه الشقة اللي تقعد في الأرض رجولها يمين يسار، سوتها لينام. على أغنية مايكل جاكسون بعد، عشان شي تسوي ترويج حق الفيلم. ترويج تروج حق مايكل جاكسون. مو صح يا لا حد يصدقني، ترى كنت قلتها كذب. ايش وقفت عليك يعني الكل سر مسربي. يا رب المعلومة هذه تتداول. بنات هلا تالي. هلا. امسكوني، أحس صرت مشكلجية. ليش سويتي؟ رحت لايف وتهاوشت مع مين؟ مع اللي امبارح كان مسوي مقابلة. انتصار؟ اللي كان مستضيفها. اوكي. شلون؟ شدك تروحين عندهم؟ لا بس انه استفزني تقرير ورحت اتهاوش. المقابلة نزلت باليوتيوب؟ والله ما ادري. بس اتش المقابلة مرت عليهم مرة، يعني شغلت أغنية خطيرة. المقابلة حلوة، تكفين مستفزة المقابلة. خلاص بعد شوي راح أحللها بلايفي. تن. لا أنا ما أحلل مقابلة انتصار. أنا ما ححلل قاذفين دول الصراحة. تدرين شغلت أغنية كلها كان فيها سب وكلام يعني غلط. تخيل ليش شغلتها؟ استفزتني ميم يوم تعترف سبها لنا وتفتخر فيه، هذا أكثر شيء نرفزني في المقابلة. إيه وتهاجموا عليه الجزائريين وقفل الكومنت، يعني لا حد يستفزنا بوطنيتنا. شنو؟ يعني هي باللقاء قالوا لها هي وباربي يتنافسون على سبنا، معروفة. ويوم أنا جيته قبل المقابلة وقلت له تراها سابتنا، والله نحن ما شفنا. يا سلام. طيب هي اعترفت الحين في المقابلة صح؟ ايه اعترفت. أول شي كانت تشحت بعدين اعترفت، لأنه مرة يعني مو مرة ولا اثنين، كل مرة تسبنا. حلو. فأبسط شي ممكن أنت تسويه تنزلها من المقابلة. أوكي. يوم الجزائريين يهجمون عليك لا تلعب دور الضحية. أول مرة سامال وهالمرة انتصار، خلاص المرة الجاية جيب باربي وخلاص كملت يعني. بس شوفي توليب، يعني اختصاص سنوت لقاءات مع القاذفين. حلو خلاص لقينا له اسم. يلا خلاص بس حلو يلا. بقول شيء بنات. طيب أيوة سبت الأردن بعد، يعني من كذا دولة. شوفوا ما دام إنه جالس يسب وياخذ لقاءات مع أشخاص يسبون، أنا ما أعرفه تمام، ياخذ لقاءات مع أشخاص يسبون، ليش تروحون له باللايف؟ لا أنا شيرولي بس وقتها يوم اعترفت في المقابلة. إيه أنا شيرولي، أما أنا ما أدخل عندها الدول. ليه تستضيفونها عندكم؟ تشوفين يمين، هذا الشيء اللي يقهرني. لا يطلعون بعدين يقولون نحن لازم ننبذ قاذفين الدول، هم يجيبونهم ويعززوا لهم، مسوي لها تصميم. تخيل مسوي لها تصميم ومرافعينها سلامات. هي سابة السعودية؟ لا العراق والأردن والجزائر. خلاص هذون الدول. هو ما راح ياخذ منها موقف لأنها ما سوت البلد شيء، فهمتي علي؟ هذا نظام يا توليب المشين على اللايفات. بس ايوه بيزيد الفتنة على كذا. شوفوا بقول لكم شغله، هذه موجوده مثلا موجوده. مثلا الحين انا اوكي سبيت مثلا دوله معينه، اي دوله مسمى. اوكي طبعا محشومين الدول. اوكي مثلا يفزعون لي ناس ما سبيت دولتهم، ترى عادي تلقونها. طيب العراق موجود مو سابين بلده؟ ما فهمت كيف مستضيفهم.
شوف خليني أنا أكره الاستشراف فقط. أنا نقطتي مع الاستشراف. لا يطلع أحد يقول نحن ننبذ قاذفين الدول وهو يجيبهم. يكون صريح يقول أنا أطلع مع قاذفين دول وما عندي مشكلة. أوكي أنا من الحين ما راح أهاجمه، لكن يجي يستشرف ويدعون المثالية أنه نحن ضد سبابين دول وثم تجيبونهم مقابلات وتعززون فيهم. هون نقطتي. بس ازدواجية المعايير ما أحبها فقط. خليك صريح. نحن ما نهاجمك. غلط الشيء ده، أنا معك غلط الشيء ده. طيب ما دام منها استضافها ليش يروحون يكتبون عنده بالكومنتات كان طنشوه؟ صح ولا لا بنات؟ تجاهلوه خلاص انتهى الموضوع. ليش تكتبون؟ يا نورا السلام عليكم. أنا ما شوفي أنا اللي أتجاهل يعني ما قدرت أتجاهل. سويت حفلة في الكومنت كتموني ورحت عند صديقتي قلت لها عندك واسطة شيلوا عني الكتم ورجعت ومو من عادتي. ليش؟ لأنه المقابلة كانت حيل مستفزة صراحة. يعني لو مثلا لو كذبت لو هربت من السؤال قولوا أوكي أنا سبيت الجزائر وما راح أعتذر منهم بس البلدان الأخرى ممكن يعني وخالها. ومن جهة يقولوا نحن مو مع سبابين دول، ومن جهة يعني على حسب البلد. أنا اللي فهمتها على حسب البلد يعني على إذا حسب الدعم. إيه على حسب إذا ذيك الدولة عندي معاهم يعني شيء لا نقول لا هذه سبابة الدول وكذا. بس إذا البلد ما تعنيني خلاص يعني على حسب البلد. فاستفزني الموضوع وأنا مو من النوع اللي يعني أعمل فو كونت وأروح أسبسب. لا بالكونت تبعي دخلت ما خلت شيء ما قلته كتموني ورجعت. إيه برد قلبي. تستاهل. شوفي يعني مقابلة تافهة هي تطبخ وقرب مواعين وصوتها المزعج. مقابلة تافهة من الآخر صراحة. شي وسخ. طيب بنهاية المقابلة طيب. هل اعتذرت على سب الدول؟ ما اعتذرت لا يعني سألوها السؤال وما اعتذرت فوقها كمان وهي اعترفت انها سب الدول؟ اي طيب وما قفل المقابلة وكمل معها. قلت لك ويزعل إذا هاجموه. فهمتي؟ أنا ما أحب يلي يزعل إذا يهاجمونك. طبيعي رح يهاجمونك وأنت قاعد تستنقص. هذا أبسط شيء. هو لحظة هو ليش كذي غبي؟ يعني خلينا نكون واقعيين شوي. أوكي إحنا قاعدين بمجتمع ترى في أطراف كثيرة وفي دول واجد. يعني إنه قاعد نصادف المغربي، نصادف الجزائري، نصادف المصري، نصادف الليبي، نصادف التونسي، نصادف الخليجيين كاملين، العراقي، الأردني، السوري، اللبناني، كلهم قاعدين، اليمني، كلهم قاعدين نصادفهم. زين أنت ما تخاف إنك أنت مثلا تكون مكروه من جهة معينة؟ ترى على فكرة الجزائريين مو أقلية علشان والله تقول طاف يلا خلي يولون. في ناس تسوي كذي، إذا كان في أقلية يقول يلا طاف، بس هم مو أقلية علشان أنت مثلا. وهذا مو مبرر إنك أنت تستنكرهم حتى لو كانوا أقلية. لكن غريب يعني أنا قاعدة أفكر يعني قاعدة أفكر بصوت عالي لأن الأفكار تجيني براسي وقاعدة أتكلم. زين شيء غريب اللي قاعد يصير. ليش أنت قاعد تسوي كذي؟ شلون أنت ترضى على دولة على دولة على دولة على دولة على فلانة؟ شلون؟ في شيء قاعد يصير غريب. حتى ما احترم الأصدقاء الجزائريين. يعني أنا كيف بعدين مثلا أنا نص أصدقائي سعوديين كيف أطلع بعدين واحدة سابة السعودية أقول لا أنا ما باخذ موقف؟ طيب أصدقائي سعوديات إيش راح ينظروا لي هالنظرة؟ إيه وإذا سبت بلده يصير ياخذ موقف. وهي تجيب كذا نظريات. كم دي رحيل لازم تسب بلده لحتى يقول هاي سب. يعني تسب يعني مو أي سب. يعني شوفي كاين شو ناس عندهم ردة فعل وهم يتحاوروا ولا يتخانقوا مع الشخص تخرج كلمة ولا اثنين، بس الجهر بالسب وطالعة في مقابلة وأنا سبيت وما راح أعتذر ويستاهلوا بس البلدان الأخرى ممكن أعتذر. يعني شو هالتفاهة؟ شو هالقلة التربية؟ أنا شفت في المقابلة شفت قلة تربية صراحة.
السلام عليكم بنات. وعليكم السلام. هلا ريم يا قلبي. أنا الموضوع استفزني يعني لأنه سمعت البارح المقابلة، وأنا سمعت انتصار يعني شحال من مرة تسب الجزائر، يعني سب صريح ومباشر بأسوأ الألفاظ وأقذر الألفاظ، يعني اللي أي إنسان يسمعها يعني راح يحس واحد الإحساس يعني مش مليح نهائيا، مش مجرد أعطت كلمات فقط، ولا كان سب مباشر وصريح. يعني أنا مستغربة من أصحاب اللايفات اللي يدعون المثالية والاستشراف ولما يصير يعني سب بلدان على بلدهم لازم ننبذ هذاك الشخص ولازم كذا وكذا، بس يعني لما يكون سب على دولة أخرى فيكون عادي، يعني أمر عادي. سامحيني رين يا إيش تخيلي دخلت بمنطق إنه يعني سبت علشان بلدها ولد بلدها، قلنا أوكي. في الأخير شو تقول؟ قالوا لها ليش ما دعمتي أيمن في موضوع فارس؟ أنا ما أقدر أهاجم فارس إلا فارس، أنا ما أقدر. يعني من شوي تقولي أنا سبيت علشان بلدي وولد بلدي، أوكي معاك حق، نقولوا ردة فعل. بعدين قالها ليش ما جيتي مع أيمن ودافعتي عنه، هو ولد بلدك وصار عليه غلط من فارس إنه استضافوا كذا. تعرفوا موضوع فارس وأيمن، تقول له لا إلا فارس، أنا ما أقدر أهاجم فارس. يعني ضحكتني والله، ضحكتني. ولما قالوا له في الكومنت اليوم ليش ما طلعت إيمان تلمسان يعني الجزائريين، قال لهم إيمان سبب الدول، ما هي تاني سبب الدول؟ سبت كم من دولة، يعني دولة يعني دول عريقة يعني سبتها واعترفت أنها سبتها وقالت ما أعتذر كمان، يعني بكل وجه نقول لك وجهها صحيح يعني، واعترفت وعادي. كيف يتواصلوا مع جماعة السطح في هيك لايفات؟ والله تمنيت لو كانوا موجودين يسبسبوا أمه، يعني يسبسبوا حتى ينزل اللايف. لا رحيل لا مش أمه، أنا كيفاش يقولوها، كيفاش يقولوا الكلمة يعني تحكر يلعنوا خيره. حبيت يلعنوا خيره كتب قلت يا ايه يعني هذو اللايفات يستاهلوا ينزلوا لهم اللايف، يعني يستاهل سينيال على سينيال، يستاهلوا يعني هذو اللايفات يستاهلوا يجوا كل جماعة السطح من كل بلدان ويهجموا أنا عليه. أعرف من جماعة السطح، أكلمهم اليوم، طرش لهم إيميل، أكتب لهم هجوم على سنوت. خلاص ولا يهمكم بنات، اليوم حساب سنوتي راح يطير، جماعة السطح راح يلعنون خيره، ولا يهمكم بنات، انتوا بس تامرون شنو تبون؟ يا عمري شنو عبالكم؟ لا تصدق كلامها بنات. لا حد يصدق. انا راح لا عادي صدقوني، لا صادقة، أنا صادقة. اسألوهم قولوا تعرفون ايش، راح يقول ايه نعرفها، تعوشت اياهم مرتين. شوفي هو يستشرف، هو يستشرف وهي سبب الدول، وطالعين مقابلة و400 شخص يتفرج، كانوا محتاجين جماعة السطح يخربوا البث، يعني كانوا أنا شوفي تمنيت لو حد يتواصل معهم. رحيل أنت سمعتي الأغنية اللي قالها يعني شو تحبين نحط لك أغنية؟ سمعتي الأغنية اللي حطها؟ هذيك فيها كلام فاحش. قولوا لنا معانيها يا بنات، يمكن سمعت لايف يتكلمون عن الأغنية وكلماتها، أنا انصدمت إيش يعني أغنية كلام فاحش. أنا عجبني مدريد إنه قصفها في الأغنية الثانية، قال هذه من طلب الجمهور، وهي لا من طلب الجمهور ولا شيء، حط لها أغنية توالمها بالعراقي. لا الأغنية ديك تاع أمك يا أمك فيها كلام فاحش، يعني صراحة أنا انصدمت فيها. قلت لك المقابلة عبارة عن قلة تربية، نقطة، خلاص. أنا انصدمت صراحة يعني. ما يحتاج تقول. طيب شنو طرش لها شنو حط لها مدريد؟ حط لها لأنه مدريد كان بس الكومنت كانوا عم يهاجموه، أنت مشخصنها معاها وكذا وكذا،